طب ابدا ازاي وارجع اصلي ازاي؟ اول حاجه اعقد النيه بالالتزام في الصلاه، واطلب من ربنا العون والمساعده والثبات على اداء الفريضه، واوعى تسمع لشياطين الانس اللي هيقول لك هتصلي ازاي بذنوبك دي كلها. ربنا بيغفر الذنوب في غمضه عين. تاني حاجة، أول ما تسمع الأذان قوم صلي على طول، والأفضل إنك طبعا تنزل تصلي في الجامع. مش متاح ممكن تصلي جماعة مع أي حد في البيت، مش متاح صلي لوحدك. طب أنا طول اليوم بره وبيأذن عليا ظهر وعصر ومغرب ما بعرفش أصليهم. طبعا هو مش مبرر ان انت ما تصليهمش حتى لو انت بره، لكن لما تروح صليهم بقضاء مما عليك. حصل بقى وقضيت اليوم كله بره البيت وروحت نمت وما صليتش اي حاجه في اليوم دوت، مفيش مشكلة يا سيدي، اصحى تاني يوم صلي صلواتك الحاضرة وصلي اليوم اللي سقط، وهكذا لو سقطت يوم أو اتنين المهم تصليهم. خد بالك ده طبعا للضرورات القصوى، لان الصلاه على اوقاتها، وان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دي ما فيهاش كلام. المهم من ساعة ما نويت التوبة والالتزام ما ترجعش فيها، ولا تسقط فرض ولا تقطع، عشان يغفر لك اللي فات وما ترجعش تعيد من الأول تاني. الموضوع مش صعب خالص، والخمس صلوات في يوم